بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أوجه هذه الرسالة للقوات المسلحة في اليمن، سواء تكون في الشرعية أو مع الحوثي، على رؤوس مسؤولينها الكبار، لا رؤساها ولا وزراء دفاع. وجدنا الباص هذا المحمل بالرجال والعوائل والأطفال المرجومين من مسافة يومين متعطلين غرزي، والنساء هؤلاء وأطفالهم. هل سيكون لأبناء اليمن احترام وحرصه على أساس يفتحون الطرقات الرئيسية المؤدية إلى صنعاء والخارجة من صنعاء؟ لأن العباد أصبحت اليوم في أهانة، والنقاط الآن نشوفها اللي من الحوثية واللي من الشرعية جالسة على الخبوط قيام، واللي على اسفلت قيام. لماذا قطع الطريق على المواطن؟ لا من مسافره ولا من مواده الغذائية ولا الإيوائية. نقلد الله ثم نسأل الله على جميع المسؤولين، لا في الشرعية ولا في الحوثية، على فتح الطرقات. ونطلب رجال اليمن كل واحد في مديريته على أن يعملوا أضراب على الطرقات ويمشون سياراتهم على الطرقات، ونعرف من هو قاطع الطريق منهم، لأن الله سبحانه وتعالى قد تكلم في قاطعين الطرق. فأصبحنا اليوم كقطاع الطرق كلنا على مستوى شعب كامل. لما هذا الفساد القايم؟ نسأل الله العلي القدير أن الرسالة هذه تصل في قلوب من يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. تحياتي لكم. الله يعطيك العافية. ما قصر معانا، الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. وين وش حقك؟ يلا وين هذا؟